بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام من قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. هذه الحلقة رقم 140 بحمد الله تعالى، وهي أولى حلقاتنا في العام الهجري الجديد 1446 للهجرة النبوية الشريفة. أتشرف جدا أن نسوح وإياكم في هذه الحلقة ونكرسها احتفاء بالعام الهجري النبوي الشريف، وذلك أولا محبة في المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو العام الذي يعني انتصر فيه الإسلام وتأسست فيه دولة الإسلام، وبنى المصطفى صلى الله عليه وسلم ركائز الدولة الإسلامية، وثبت عماد الدين من مكة إلى المدينة المنورة وإلى كل أنحاء العالم. وتخيل عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أنه لو لم تكن هناك الهجرة، ولو لم يهاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الميمون ويتحملوا ما يتحملوا، يعني تخيل مؤامرات قوى الاستكبار في ذلك الوقت، قريش صناديدها وأعوان قريش والمنافقين والمتخاذلين والمؤامرات الكبرى التي كانت، وهناك دولتي الروم والفرس. يعني هل كان سيصلنا الإسلام؟ وهل كنا سنكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لهذه الهجرة فتح مبين وفتح كبير، وبالفتح وبالهجرة إلى المدينة المنورة فتح للإسلام عهد جديد. وهنا ينبغي أن نعظم هذا اليوم وهذا العام وافتتاح العام، بداية العام الهجري، لاستقراء واسترجاع مكابدات ومجاهدات الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقدمتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وصديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكل الخلفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحق سبحانه وتعالى: أيها المشاهدون الكرام، في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أنتم مع حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وسنكرس هذه الحلقة احتراما وتشريفا وتشرفا حقيقة، يعني ببداية العام الهجري الجديد سنكرس ماذا قال الشعراء في مفتتح ومستهل العام الهجري. وقبل أن أدلف إلى الحلقة، دعوني أقف وقفة تذكر واحترام في ذات الوقت. ونحن في المرحلة الثانوية بمدرسة كسل الأكاديمية منذ العام 83 وحتى العام 86. هذه هي الفترة التي كنت فيها في مدرسة كسل الثانوية الأكاديمية كما كنا نسميها. كان هناك أستاذ للغة العربية المعروف بابن هارون. ابن هارون هو محمد صالح هارون من أبناء الشرق، أعتقد هو من مواليد بور السودان، وهو شرقي الهوى وسوداني الهوى والشعر، وكان رجلا لغويا، والذي درسه ابن هارون يكاد يذكر عنه أشعار كثيرة وطرف وملح. واحدة من بين القصائد التي كان دوما يرددها شاعرنا ابن هارون عليه الرحمة والمغفرة: اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واجمعه مع زمرة الشعراء الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالشاعر ابن هارون كان من الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى بعد إلا. ودوما الشاعر الذي لا يستثنى بعد إلا لا يكون من أولئك فيخش في مظنة الشعر وغوايته. والشاعر ابن هارون كان شعره كان في شعر الافتخار وشعر المناسبات الإسلامية تحديدا، وكان له شعر في الغزل كذلك لأنه على طريقة الشعراء، ولكنه كان شاعرا يعني أنا أحسب أنه كان بعد إلا يعني. فكلما أطل العام الهجري الجديد كانت له قصيدة، وأنا بحثت عنها ولم أجدها في الإسفير الإلكتروني، ولا أعلم إن كان قد طبع ديوان للشاعر ابن هارون، وكان شاعرا فحلا شاعرا مجيد. فكان كلما أطل شهر بداية العام الهجري فيقول: نحل الهلال، نحل الهلال وما اعتراه سقام، لكنه ذكر الأولى فأصابه إيلام. كلام ده هو احتمال كتبه في الستينات في السبعينات. نحن استمعنا إلى هذه القصيدة في الثمانينات، وشوف يعني يتصور أنه نحل الهلال شاهد الهلال، هلال رأس السنة أو بداية الهجرة، بداية الشهر في الشهور الإسلامية العربية، فرآه بداية الهلال فقال نحل الهلال، يعني أصابه يعني والهلال عندما يهل يعني شيئا فشيئا يكبر ويكبر إلى أن يصبح قمرا كاملا يعني. فهو يتصور أنه هذا النحول الذي أصاب الهلال يعني هو نتيجة لذكريات ذلك المجد الإسلامي العريق الذي عاشه المسلمون. فيقول: نحل الهلال وما اعتراه سقام، يعني هذا النحول ليس سبب سقام أو مرض، لكنه ذكر الأولى فأصابه إيلام. ذكر الأولى، ذكر الذين ذهبوا للصحابة ورواد الفتح الإسلامي الكبير والعظيم. قال: لكنه ذكر الأولى فأصابه إيلام، أصيب بإيلام وألم شديد. ذكر الشموخ وأهله، ويذكر مناقب وسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بفخر واعتزاز. أنا مع الأسف الشديد لا أذكر من تلك القصيدة التي كان يقرأها لنا كل عام إلا البيت الأول وشطر البيت، حتى عجز البيت لم تسعفني الذاكرة، ولذلك أترحم عليه. وكلما أطل العام الهجري الجديد أنا أتذكر قصيدة الشاعر ابن هارون، وكنا نقول له هارونيات هارونيات يا أستاذ أول ما يدخل علينا في الفصل يعني. وكان رجلا متقدما في السن آنذاك، يعني كان قد تجاوز السبعين يعني السبعين. فعندما نقول له وكان رجلا حسن الأداء، يعني كان يجيد فن الأداء الشعر، فكان يقولها بطريقة جميلة يعني: نحل الهلال وما اعتراه سقام، لكنه ذكر الأولى فأصابه إيلام. ونحن يعني نصفق وهو ينبسط طبعا يعني منشرح يعني. ذكر الشموخ وأهله إلى آخر القصيدة الجميلة. وأذكر أنه كان يعني في الاحتفالات التي كانت تقام بالمسجد العريق في مدينة كسلة، في مرتين أنا استمعت ابن هارون يقدم جملة من القصائد تتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة. عزيزي المشاهد، البرنامج العربي أو برنامج مع اللغة العربية يتشرف اليوم أن نعطر عقولنا وعيوننا وأسماعنا وأذهاننا أن نقف في هذه الذكرى العطرة، الذكرى العطرة التي يعني رواها الصحابة رضوان الله عليهم بدمائهم وصبرهم وعرقهم وجهدهم، وبذلوا المال والنفيس وضحوا بكل ما يمكن يعني
بكل ما يعني هو فوق التصور. يعني الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، يعني خاصة الذين في بداية مستهل الدعوة الإسلامية، يعني تحملوا ما لم تتحمله الجبال الشم، يعني كان إيمانهم سبحان الله كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر إلى هذه الآية وعمق دلالتها: من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، والرجال هنا يعني الرجال والنساء يعني. فصدقوا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قضى نحبه استشهد يعني، ومنهم من ينتظر إلى أن تقوم الساعة، ومنهم من ينتظر إلى آخر الآية. فالفعل الماضي والفعل المضارع المتواصل، يعني من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم يعود إلى الفعل المضارع مرة أخرى، وما الماضي عفوا، وما بدلوا تبديلا. يعني هذه اللغة الجميلة. يعني لو كان مثلا في هذه الآية ما فيش فعل مضارع، فخلاص ما الجماعة صبروا وقدموا وراحوا واستشهدوا من أجل هذا الدين الحنيف. ولكن تظل الاستمرارية والمدافعة والمجاهدة، وكذلك بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الدين الحنيف، كما نرى في كثير من بلاد المسلمين. والآن يتصدر المشهد الشعب الفلسطيني المجاهد المسلم، يعني يتصدى بنحور عارية، يعني مسربلة ومغطاة بسلاح الإيمان واليقين والنصرة بإذن الله. ما عدا ذلك لا يملكون شيئا إلا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وهنالك على هذه الأرض الواسعة، أرض الله، كثير من المسلمين يتحملون أعباء هذه الرسالة. وعلينا نحن كمسلمين عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، كلما أطل يعني رأس السنة الهجرية، علينا أن نسترجع التاريخ ونقرأ السيرة، ونقرأ كيف ضحى أولئك المؤمنين الذين كان لهم الإيمان فقط. صحيح دخل في الإسلام حتى في بداية مستهل الدعوة نفر قليل من الميسورين، من الذين كانت لهم يعني منعة وقوة عند أهليهم وقبائلهم، ولكن السواد الأعظم كان من أولئك المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة. لكن عضد أولئك الذين يعني اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكون نصرة لدينه ونصرة لنبيه، عضد أولئك الضعفاء كبر وقوي بإيمان وعزيمة وتضحيات أولئك الميسورين، فأصبحوا أسرة واحدة. تخيل يعني هذا الدين في مستهل بدايته يعني جمع من كل أطياف كل المستويات الاجتماعية. لم يكن الدين الإسلامي دينا طبقيا ولا دينا قبليا ولا دينا عنصريا، دخل فيه الحبشي والرومي والفارسي والقرشي، وهكذا تدافع لدين الله الناس من كل فج عميق، جماعات وذرافات ووحدانا، إلى أن وصل إلينا نحن المسلمين في هذا الزمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكة الإسلام وينصر أمة الإسلام أينما كان. في آخر زيارة لي للمملكة العربية السعودية، يعني أخذت قطار الحرمين من جدة إلى المدينة المنورة بعد أن عدت من مكة. فوأنا على الطريق، وأعتقد هو ساعتين إن لم أكن مخطئا، ساعتين وشيء تقريبا، وكان قطار الحرمين جديدا في ذلك الوقت، تقريبا قبل 4-5 سنوات. يعني فتخيلت وأنا راكب القطار وأسير وشاهد المناطق التي شقها المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، وسراقة بعدئذ، وهكذا. فكيف طويا تلك المسافة سبحان الله، يعني تحملوا ما لم يتحمله. وأرجو أنه الناس ترجع إلى
السيرة النبوية الشريفة وتقف وقفات، يعني وقفات تأمل كيف يعني تتقوى بتلك السيرة العطرة وتتحمل من أجل هذا الدين الحنيف، يعني تتزود من تلك الصفات وتلك النفوس العالية. والنفوس العالية طبعا هي التي تقودك إلى أشراف الأمور وأعظم سيرة. يعني ليس هنالك في التاريخ عزيزي المشاهد يعني سيرة عطرة وقف عندها الناس قراءة وبحثا وتأملا، سواء كان سلما، حربا، هجرة، إقامة، تأسيسا لدولة الإسلام، تخطيطا للغزوات والحروب، نشرا لدعوة الإسلام. ليس هنالك سيرة قرأت وكتب عنها كما كتب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن جديرون كأمة من الأمة الإسلامية والعربية، يعني ربما غير المسلمين فاقون في البحث والتنقيب والتأمل. التأمل ليس القراءة العابرة، ولكن التأمل فيها نظرة عميقة لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام فخرا أنهم يعني كيف خططوا لهذه الهجرة. يعني ونحن سبحان الله ربما الله سبحانه وتعالى أبقى فكرة الهجرة أن تهاجر الناس من مكان إلى مكان. أنا في ظني أنه لنتذكر نحن كمسلمين وبرضو كأمة يعني تعيش هذا العصر، أبقى فكرة الهجرة من مكان إلى آخر. ويعني منظمات أممية كثيرة تعمل في الهجرة، والأمم المتحدة والمنظمات والدول ووحدين يشاركوا في الاتجار، ما بعرف سواء كان دول ومنظمات، والإنسان يهاجر من مكان إقامته إلى مكان آخر، لتبقى فكرة وفلسفة الهجرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم راسخة في الأذهان. وكلما هاجرت فتذكر تلك الهجرة. الآن أنت عزيز المشاهد هاجرت من مكانك، للذين هاجروا من مكان، وما أكثر المهاجرين، والشعب الإريتري تقريبا أكثر من نصفه مهاجر. فتخيل العبء الذي تحملته أنت في هجرتك من أجل نفسك فقط، من أجل أسرتك، من أجل عيالك، من أجل تحسين وضعك، من أجل أمانك لوحدك أنت. تخيل الأعباء التي تحملتها والمخاطر التي وقعت فيها، أنت واحد، فما بالك عندما تكون أنت رسول لأمة بكاملها، رسول لكل شيء في هذا الكون، وآخر الرسل والأنبياء يعني. وأنت يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولم تكن الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلونا أنا شوية أخذ راحتي في هذه الحلقة، هي فعلا عن اللغة العربية، ولكننا مطالبون وملزمون أن نتحدث قليلا. الهجرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم لم تكن في في مستهل الدعوة، في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة، لكنه ليمحص الله المؤمنين من المنافقين ويصبر، وهكذا جاءت الهجرة. وحتى فتح مكة لم يكن في السنة الأولى والسنة الثانية على طول، لا، يعني ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويركمه جميعا. وبرزت في سيرة الإسلام إلى أن انتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد خطبة حجة الوداع. يعني سقط من تساقط من أولئك المنافقين، ونزلت فيهم آيات وسور كثيرة وحكم وأحكام تتلى إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتخيل عزيزي المشاهد، يعني ألم يكن في قدرة الله سبحانه وتعالى، هو أرسل رسوله كان يمكن أن ينصره، وإنا لننصر رسلنا في القرآن الكريم يعني. ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يعني اقتضت حكمته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر، كإنسان، هو النبي، هو الرسول المعصوم، ولكنه كبشريته، حتى عشان ما نحن نستفيد من تلك البشرية وتلك المجاهدة والمصابرة، يعني واجه ما واجه. يعني ما برضو يعني أولئك المنافقين والكفار وما إلى ذلك،
الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن يهديهم سواء السبيل يعني. ولكن برضو يعني الإنسان ما هو يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى أولئك المنافقين والكفار والملحدين، وفي نفس الوقت برضو المجموعات قريش وزبانيتا وأبو جهل وأبو لهب وأولئك الزعماء يعني، ومن دار حولهم، كل ذلك حتى ما يؤكد إنسانية المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمر بتلك المصاعب وتلك التحديات والامتحانات والابتلاءات، حتى ما يعطينا الفكرة نحن أن نمتحن في هذه الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله سبحانه وتعالى هذه الدنيا فيها امتحانات وابتلاءات، يعني ابتلاءات من كل الاتجاهات، لنتأسى ونقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانه الله سبحانه وتعالى حتى مسألة الهجرة. وفي آخر خطبة كنت بسمع لشيخنا أشار إشارات جميلة، يعني شيخنا حسن قبريس أحد العلماء الإريتريين الموجودون هنا في ميلبورن، صليت خلفه في نورث ميلبورن في المسجد الصومالي الإريتري الذي استضفنا فيه ذات يوم الشيخ آدم صالح من لجنة المسجد، وأكد على أن هذا المسجد وإن كان يعرف بمسجد الصومال، ولكنه قال هذا المسجد هو مسجد الإريتريين الصوماليين، وللإريتريين القدح المعلى في الإنفاق وفي شراء ذلك المسجد، ولكن غلبت عليه اللغة الصومالية واللهجة الصومالية، ولذلك الناس يقولون مسجد الصومال. ويكفي أنه المؤذن أبو خالد هو إريتري، المؤذن الدائم في هذا المسجد، له التحية، وإن شاء الله يوم كذا نستضيفه. والله هذا البرنامج يهتم بالدعوة ويهتم بكل من، لأنه مع اللغة العربية كل من يلهج بهذه اللغة ويتحدث بها ويدعو إليها. الشيخ أبو خالد يؤذن باللغة العربية، والأئمة يخطبون معظمهم باللغة العربية، وكل من يعمل من أجل هذه اللغة في الدعوة في المسجد في القرآن في القلوة في المدرسة في المعهد، نحن نحبه ونحترمه ونجله ونقدمه إن شاء الله. فالشيخ حسن سلمان عفوا حسن سلمان برضو الدكتور لك التحية شيخنا، بارك الله فيك، واسمك جاء لأنك أنت في القلب يعني. الدكتور حسن سلمان الشريف لك التحية. شيخ حسن قبريس قال أنه كان الله سبحانه وتعالى في قدرته أن يأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مثل ما أخذه إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج. فإذا كان رفعه إلى السماوات العلى وخاطب مولاه معاينة، ألم يكن بمقدوره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ نبيه وصديقه ومن أراد من أولئك؟ لكن كل ذلك كان يمكن أن يأخذه في لحظة، يعني في رمشة عين كما يقال، وينزل مكة ويؤسس المدينة عفوا ويؤسس دولة الإسلام ويبني. لكن كل السيرة العطرة عندما ننظر إليها، أن يرقد الإمام الخليفة علي بن أبي طالب مضحيا بنفسه، يعني قوة الاستكبار في ذلك الوقت، القوة العظمى في ذلك العهد، يعني كل الأسلحة التي تمتلكها موجهة أن تصفي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويرقد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يعني سرير المصطفى صلى الله عليه وسلم مضحيا بكل شيء، يعني كل ذلك، ويمشي، والرحلة الطويلة والمغار التي دخلوا إليها وسراقة ويدخل مناك، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولماذا الرحلة مثلا كانت يعني ما نستطيع أن نقول إنه كانت كلها ركوبا، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يسير برجله يعني، ويركب أحيانا وما إلى ذلك، كان يمكن أن يكون يطير إليها يعني، الله سبحانه وتعالى في قدرته يعني. لكن كل ذلك ليؤكد للإنسان المسلم الذي سيتعاقب على هذا الكون إنه هذا الإسلام وهذا الدين يحتاج إلى مجاهدة. كل السيرة العطرة تؤكد المجاهدات، حتى الغزوات، يعني غزوة بدر الكبرى، حتى غزوة أحد وغزوة حنين والأحزاب وغيرها وغيرها، كل هذه الغزوات والسرايا يعني كان الله سبحانه وتعالى ينصر بها مؤمنيه، يعني هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى.
ولكن ليؤكد الإيمان ويثبت العزيمة ويمحق الكافرين يعني، وينصر المؤمنين، وبنصر الله ينصر من يشاء يعني. لذلك كل تلك الابتلاءات والامتحانات هي لتعزيز ثقة النصر بالله، ولتعزيز أن هذا الدين لم يأتي هكذا يعني هبة. ولذلك كل تلك الأشياء لتؤكد لنا أن في هذا الدين مجاهدة. أعود إلى الفكرة أنه في مسألة الهجرة، تخيل أنت تهاجر لوحدك أو معك أسرتك وتعاني ما تعاني، تحتاج إلى أوراق وتحتاج إلى إشارات تأشيرات ودخول وخروج وتعيش فيه، وكل ذلك من أجل نفسك ولا تستطيع، وما أنت مش عارف يعني هناك، وتحتاج إلى اتصالات وتلفون. يعني أنت ما في هجرة بتتم إلا يتم الترتيب لها. عندما تهاجر من مكان إلى مكان ستتصل بمين وستنزل وين، وما عارف حيعمل لك المصروف يوفر لك مين وبتاع. المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة المكرمة مكرها ما كان في زول رتب معه الأوضاع هنا، غير المجموعة التي يعني دخلت في حظيرة الإسلام من أولئك الخيرين من أهل المدينة، أجوا في مكة وبايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما قال سنهاجر لأنه عندنا جماعة هناك يعني وخلاص، واتصالات أيها الناس نحن جايين لكم بالله رتبوا لنا الأمور وهكذا، لا. كل ذلك خلاه القدرية والصبر والتحدي. المصطفى صلى الله عليه وسلم تخيل يعني كم ليلة وكم يوم، والدنيا يعني في ذلك العهد هي كما يعني، ولحكمة سبحان الله يعني الجو كما هو الموجود الآن يعني. الأجواء من مكة إلى المدينة يعني، أنت عشان ما تقطع بالقطار، قطار الحرمين أو الطيارة، الكم الهائل الذي ينفق من المال حتى ما يهيئ لك الجو، تشعر براحة، جو وفيه موية باردة وعصائر وما إلى ذلك، خطأ المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني لا مؤونة لا زاد لا إلا اليسير القليل يعني، وتحملوا ما تحملوا يعني، وما في ترتيب أمور وما إلى يعني. حتى يعني عشان نعرف إنه هذا الدين يعني، المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وحتى الاستقبال يعني، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هذا أجمل وأبلغ وأشرف أشعار قيلت في دنيا الشعر والشعراء مهما كانت. الناس كلهم ينسون، لكن انظر إلى دلالات هذا المقطع الإيماني الشعري الجميل يعني، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ولذلك أولئك الذين رحبوا لم يتم الترتيب له يعني. الليلة أصغر وفد يتحرك من أي مدينة مثلا، وفد المقدمة، وهناك ترتيب وخطاب، ومن سيقدم الخطاب ومن الذي سيعتلي المنصة ويقول. ما في ترتيب إلهي. والإنسان المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه والصديق يعني يدخلان، وكان حتى أيوة يعني هم لما دخلوا المدينة المنورة يعني ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوها دعوها فإنها مأمور، ستنيخ في الحتة اللي مأمورة بها. وما قال يعني لا المكان هذا، ولم يقل ذلك. شوف انظر إلى قيمة الإسلام يعني، وأنه هذا الدين هو إن الدين عند الله الإسلام ودين الله، إلى أن أناخت في دار أخواله بني النجار يعني رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه السيرة ينبغي أن نقرأها، ليس كل ما طلت علينا السنة الهجرية الجديدة، ولكن نحن نحتاج إلى أن نتزود من مثابرات ومجاهدات وصبر أولئك المؤمنين الصادقين. وحتى مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية يعني القاعدة الأساسية التي بني عليها الإسلام في المدينة المنورة كان المسجد يعني، هذا هو البرلمان، هذا هو يعني المكان الذي أسست فيه دولة الإسلام يعني. كيف بني يعني؟
بني بجهد وعرق وقش من هنا وحطب من هنا وسعف من هنا وهناك، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يعمل وهذا يعمل وبتاع. يعني المصطفى ما قاعد كده يقول لهم شيلوا اعملوا كده كما يعمل المهندسون، لكنه انخرط بذاته، انخرط بجهده، حتى قيل له حتى في بناء المسجد هذا وفي الغزوات وما إلى ذلك كان يقول له الصحابة رضوان الله عليهم اجلس يا مصطفى يا رسول الله، نحن بالخدمة. ولكنه يعني كان يشارك مع أنه سيد الرسل وسيد البشرية وسيد الأنبياء والمرسلين، ليؤكد لنا أن لا تعالي في الإسلام، كل لا بد أن يعمل. كثير من القيم التي يتشدق بها كثير من الناس عن العدالة الغربية والديمقراطية والمشاركة كلها مأخوذة من الدين الإسلامي، لأننا ابتعدنا من قيم الإسلام، فعندما نراها من الغرب، عندما نراها من هناك، نحسب أنها منهم. ولكن للأسف الشديد لأننا لم نقرأ تاريخنا، فكل شيء موجود حتى في هذه البلاد التي نعيش بها، تكافل الاجتماعي، أمن وهجرة، كلها مأخوذة من الدين الإسلامي الحنيف. والمصطفى صلى الله عليه وسلم رسخ لهذه المسائل حتى هو في المدينة المنورة، المبايعات. ويكفي أن صلح الحديبية هذا يعني هذا الصلح أكبر معاهدة في التاريخ، وأعظم معاهدة في التاريخ، وأقوى وأشرف معاهدة في التاريخ، وأصدق معاهدة في التاريخ، وفيها قمة عالية من الذكاء الدبلوماسي والذكاء السياسي. فأنا أتمنى أنه حتى الدبلوماسيين والسياسيين وما إلى ذلك أن يرجعوا للسيرة العطرة فيتعلموا منها كيفية الدبلوماسية، كيف أن تتنازل من أشياء لأشياء كبرى وأشياء قيمية. وكل ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني كتبوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه نحن، ليس لأن نتحدث منه عنه هكذا في هكذا إطلالة أو مناسبة، ولكن لنتعلم منه ونمارسه عملا، لأن الإسلام هو فعلا وقولا، فعل والعمل يعني. ودائما تلاقي في مسألة الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان مرتبط بالعمل، اللهم اجعلنا من الذين يعملون بإيمانهم. ولذلك في هذه الهجرة أعود إلى المدينة المنورة، وأنا أسير إليها بالقطار من مكة إلى المدينة المنورة، فتراءت أمامي تلك المجاهدات وذلك الصبر الكبير الذي تحمله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومحفوف المسائل محفوفة بالمخاطر والجواسيس والعيون والمؤامرات، والمرتزقة موجودين ساعتها. يعني سراقة يعتبر واحد من الناس الذين اشترطوا قريش، اشترطوا القوى العظمى، قوى الهيمنة والاستكبار آنذاك يعني. ولكن لحكمة برضو يعني عندما وقع وخلاص يعني تمكن من المصطفى وصحبه، المصطفى خيره بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة وشوف صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني. وفي النهاية يعني لبس عباءة كسرى يعني، وقال له أيهما أفضل لك يعني. وشوف يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا كشف له الغيب يعني، فصار الإيمان في قلب سراقة، أسلم، وفي خلافة الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه تحقق ما وعده به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ذلك كان من أجل حتى يعطينا نحن كمسلمين إن هذا الدين الحنيف يعني ينبغي علينا أن نعتز به ونتحمل أعباء الدعوة إلى الله. وعلينا برضو المصطفى صلى الله عليه وسلم السياسة التي كان يعني يمارسها، سياسة النشر، أنا أعني سياسة نشر الإسلام، والدبلوماسية التي كان يتعامل بها في مكة. عندما دخل المدينة المنورة السياسة اختلفت، وإن كانت هي في قيم الإسلام وروحه، ولكن دخل في يعني أنت لا يمكن أن تؤسس لدولة ما لم تحدث أول وفاق ووئام وتعاضد وتآلف بين المجموعة التي دخلت فيها. فكان أول عمله هو المؤاخاة بين الأوس والخزرج. المدينة المنورة
لأنه من المدينة المنورة سيعود الإسلام مرة ثانية بقوة وعظمة إلى مكة المكرمة التي أخرجوها منها أهلها الظالمون. وفي العودة إلى يعني فتح مكة، يعني فيها سير وفيها يعني دروس عظيمة في العسكرية، في الدبلوماسية، في العلاقات الاجتماعية، في علم الاجتماع، في علم حتى يعني الناس في علماء النفس، يعني عندما تدرس يعني الأساليب التي استخدمها المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ما يعني يقرب المسافة بين الأنصار والمهاجرين. ولأن النفس بشرية، أولئك لم يكونوا رسل، كانوا صحابة، نعم، شافوا الوحي يتنزل والمصطفى صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، ولكنهم بشر. حتى في مسألة القسمة من بعض الغنائم وما إلى ذلك، وتلك الخطبة الكبيرة، يعني إنه يعني أنا أقول لو الناس مثلا رجعوا إلى بعد غزوة حنين يعني، ولحكمة الله سبحانه وتعالى أثبتها في الوجود، يعني بين الأنصار والمهاجرين، وقالوا استثنى هؤلاء وفضل أولئك عن هؤلاء، وتلك الخطبة العصماء التي قدمها المصطفى صلى الله عليه وسلم لأولئك الأنصار، يعني يعني الناس لو كانت تقرأ التاريخ قراءة وتتأسى به ويعني وتطبقه، والله لما دخلنا في حبائل كثيرة من هذه مما آلت إليه أمة الإسلام. لذلك قال الشاعر، وأنا اليوم يعني فتحت وبحثت وعديت مجموعات من الأشعار التي وقفت عندها تتحدث عن رأس السنة الهجرية الجديدة، ولكن قلت برضو نتبرك بشيء أن نتحدث بما يعني أعتقد أنه يعني كلام لا بد أن يكون في هذه السيرة العطرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون خرجنا عن الموضوع، ولكن هذه سيرة عطرة ينبغي قراءتها وتأملها ومعايشتها والصبر عليها، الأخذ منها العظات والعبر قدر المستطاع. أحد الشعراء قال: جمل خطابك بالكلام النافع، وارفع مكانك للمقام الأرفع، اجعل حياتك في المكارم والتقى، وابعد سبيلك عن خبيث مائع، أوقف جهودك في بناء مكانة، واسلك بنفسك في طريق خاشع، دنياك يوما بعد يوم تنقضي، فاجعلها ذكرى كالبياض الناصع، واشكر إلهك إذ أتاك محمد، واشكر إلهك إذ أتاك محمد، برئ الوجود من الظلام القابع، والباقيات الصالحات أتى بها كالخير يأتي للفقير القانع، صلى الإله على النبي وآله ما طار طير في الفضاء الواسع. هذه أبيات جميلة لعبد العزيز أبو خليل من نخبة الشعراء. قرأنا تلك الأبيات الجميلات. ومما وقفت عليه في العام الهجري من الكلمات الجميلة، وهذه القصيدة ألقيت في حفل جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة في زمن قديم، يعني ونشرت في واحدة في مجلة الإصلاح العدد السادس عشر محرم 1448، يعني ما بعيد. يقول الشاعر، والشاعر لم يكتب اسمه لكن العام الهجري، يقول: عام أهاب به الزمان فأقبل، عام أهاب به الزمان فأقبل، يزدي المواكب بالأهلة حفلا، ملك الحوادث فهي من أجناده، تأتي وتذهب في الممالك جولا، أن يهدبها الشعوب وتارة يبني لها الملك الأشم الأطول، يا أيها العام الوليد أما ترى أم الكتاب حيال مهدك مثلا،
فزعت إليك تقص من أبنائها ما راع راوية الدهور فأجفلا، وتسوق بين يديك من آمالها ما أخلف الزمن العسوف وعطلا. عبثت بها الأعوام قبلك فانجلت عن لاعج صدع القلوب ومنجلا. صنها عن اليأس المميت وكن لها عام الحياة تنل مراتبها العلا. رفعت على آي الكتاب بناءها زمنا فهد الهادمين وزلزلا. أرنا كتابك أو فدعه محجبا إنا نراه على المغيب مؤملا. هي مكان النيرين لأمة أخذت أوائلها المكان الأول. لسنا بني الخلفاء إن لم نبنه مجدا على هام النجوم مؤثلا. الله علمنا الحياة رشيدة وأبى علينا أن نضل ونجهل. قل للأولى جهلوا اذهبوا بكتابكم إنا لنتبع الكتاب المنزل. الحق عصمتنا نصون سياجه بالعلم يمنع أن نضام ونخذل. أعد المناصل في الغموض بريئة الحق إن حاربت أقطع منصلا. ودع المعاقل والحصون فلن ترى كالعلم حصنا للشعوب ومعقلا. كلام جميل يعني. وهذه القصيدة أنا ذكرتني بقصيدة كتبتها في المولد النبوي الشريف. يمكن أن أقرأها عليكم بعد أن حسب ما يسمح به الوقت، لكن خلونا نعطر على نفس الروي. كتبت القصيدة: يا صاحق محي الربيع الأول واطلق حجاك إلى السماوات العلى وتدبرا ثم احكمن ولا تكن عامل البصيرة والرجاحة في الملأ. على كل نعود إلى السيرة الهجرية العطرة. يقول الشاعر: يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها. يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها. يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها. هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها. هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها. هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواديها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريم النفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها. يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أمسى ما أسمى معانيها. هاجرت لله تبغي نصرا أي نصر دعوتنا وتسأل الله نجحا في مبادئها. صلى الله عليك يا رسول الله، ورحم الله الخليفة الهمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومما يذكر في السيرة كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر كثير السؤال ويقول له الرفق يا. وفي الهجرة يحدثه وفي الأخير عندما أذن الله بالهجرة، يعني كل شيء أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا إلهيا. فيقال أنه حدث أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو الصديق وصديقه، ويعني يكفي أنه الخليفة الأول يعني، والسيرة العطرة يعني.
ويكفي أن الله سبحانه وتعالى خص أبو بكر الصديق بأشياء كثيرة يعني. فقال العلماء وراه زي ما يقولوا في الدقائق الأخيرة يعني، فقال له تهيأ يا أبو بكر، فقد أذن الله بالهجرة. فيقال فشعر بشيء من يعني قال له يعني لما نقول اليوم يعني تكلمني في الدقائق الأخيرة مثلا أو شيء من ذلك يعني، لماذا لم تخبرني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعد ذاته ويعد نفسه ويعد يرتب الأمور يعني، هو الخبير يعني، هو الرجل المتحمل عبء هذه الرسالة ويعدها. تخيل عزيزي المشاهد كم من الأشياء تحملها المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يعني اقضوا على حوائج مسائلكم بالكتمان، اقضوا حوائجكم بالكتمان، هذا حديث أو شيء وارد في الأثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك تخيل بالله يعني احنا اليوم لو عندك سر واحد معين او مجموعه كده او فكره كده يعني او مجموعه انت تريد ان تصحح معادلته، هذا الوضع السياسي الذي نعيشه نحن في الاوضاع السياسيه والاجتماعيه، يعني تخاف وتكون يعني ما تنوم لمعلومه واحده ما داير تسربها او ناي، او برضو واحد ائتمنك على سر معين او دار تعالج قضايا اسرار والكتمان وما الى ذلك، يعني مساله مسالتين تلخبط حياتك كلها. تخيل المصطفى صلى الله عليه وسلم كم من الاسرار وكم من الاشياء كان يكتمها في نفسه. ولذلك الشاعر لما يقول في يتحدث عن السيده خديجه وكيف كانت تؤويه بالافراد يعني، يعني يا اخي نزول الوحي بحد ذاته، يعني كان المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي مش مجرد تلفون ومكالمة يعني كان يتلبسه يعني شيء يعني لا يتحمله الإنسان العادي، لأنه هذه رسالة الله إلى البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيقول الشاعر قف بالحجون سويعة يا حادي، وقر السلام أهيل ذاك الوادي، وأنخ ركاب الشوق في سوح العلا، سوح الكرام السادة الأمجاد. كانت إذا ما الوحي يأتيه أتى لخديجة تأويه بالإفراد، وتزمل المختار في عثراته بمقالة تدني من الإبعاد. يعني أم البتول خديجة ذات التقى من بشرت بالفوز والإسعاد، وعلت على هام السماك برتبة، وسمت على الأمثال والأنداد. يا جدة الحسنين والسبطين يا بحر الندى والجود والإمداد. هذه من القصائد الجميلة في المدائح لجعفر الصادق. قف بالحجون سويعة يا حادي، يتحدث عن مناقب السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وعلى أبنائها وبناتها والأحفاد رضي الله عنهم أجمعين يعني. فتخيل ذلك تخيل الكتمان العبء الذي يتحمله الواحد لو أهداك سر معين يمكن لا زي ما بقول لا تنام به وقد تفشيه يعني، وتفشيه في ونسة عادية في مكالمة وما إلى ذلك. فأرجع إلى سيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له ما تأخرت علينا يا مصطفى صلى الله عليه وسلم يعني تخبرني يعني. فقال له إنها الهجرة. نعم أنت أبو بكر الصديق، أنت الذي صدقت خبر الأرض قبل خبر السماء يعني، أو خبر السماء بعد خبر الأرض أو قبله. لكنها قال له هي الهجرة يا أبو بكر. مكانته وعارفة طبعا أبو بكر عارف الخليفة أبو بكر عارف مكانته عند المصطفى وعند الله سبحانه وتعالى، لكنها الهجرة. هنا المصطفى يعلمنا حتى أقرب الناس إليك، حتى يعني متى تكتم الأسرار شوية يعني. هذه ما مدارس، هذه فلسفة في علم الدبلوماسية وعلم السياسة وعلم المعاملات وعلم قيادة الأمة، القائد المثالي يعني. وبرضه الخليفة أبو بكر ما قال له ما قال يعني كده بتاع ما أخذها
قال له يعني سر، فرح بالصحبة، وإلى الآن يذكر، وقد ذكر في السماوات العلى عند الله سبحانه وتعالى وملائكته والعرش وكل الله سبحانه، والسماوات والجنان والجنات كلها تعلم بأنه أبو بكر الصديق يرافق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحمل ما تحمل في الهجرة إلى أن يدخل المدينة المنورة في الغار كما قال الشاعر يعني. كيف تحمل أبو بكر؟ وعلى الرغم والمصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أبو بكر سيتحمل، ولكنه في الوقت المناسب. نعم، هي هذه الحتة اللي عايزة يعني، قول الشيء في الوقت المناسب، قبله لابد أن يكون مكتوم. ولذلك حتى الشنفرة في الجاهلية ولست آه يطالعها في شأنه كيف يفعل كما قال الشنفرة، ولست ما عارف لعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل. فيقول الشاعر هنا: كل عام هكذا قالوا، دي قصيدة ثانية. كل عام هكذا قالوا وأنتم في هناء، نسأل الله لكم في عيشكم خير البقاء. قد مضى عام وزاد العمر عاما في عناء، ودنا الإنسان يسعى مسرعا نحو اللقاء، حيث يلقاه المليك إن يسعد برضاه، أو بنار تصطليه إن يكن أهل شقاء. فالحياة إخوتي فيما أرى محض وعاء، كلما زاد امتلاء آدن المرء انتهاء. ليتنا نعمل حسنا في ارتقاء دار البقاء، مثلما نبذل جهدا في بناء دار الفناء. وهذه قصيدة أخرى في الهجرة النبوية الشريفة: هيا نصلي على الرسول محمد، صلى وسلم من له صلواتي، يا من له شهد الجبابرة الأولى، قالوا أمين صادق الخطوات. سبحان ربي كيف بات مفكرا متأملا في الكون في الخلوات، رقت شمائله توقد ذهنه فأتاه جبريل مع الآيات. اقرأ وعم الكون نور باهر، فإذا الكتاب مبدد الظلمات، واستنفر الكفار في عدوانهم، ورسولنا يدعو إلى الخيرات. حمل الرسالة ثابتا في عزمه، واشتد بطش الظلم في الهجمات، فمضى الرسول مهاجرا وصديقه طوبى أبا بكر أبا الهمات، ويقول لا تحزن فإن إلهنا معنا، وكانت أعظم الهجرات. والبدر يطلع والبدر يطلع في سماء مدينتي، أنصار طيبة رحبوا بالآتي، إن المواخاة العظيمة منهج للعالمين، تجيء بالبركات ويعز دين الله يعلو شأنه، نصروا ببدر أول الغزوات. يا سلام، شعر جميل. وحقيقة عزيز المشاهد، أنا كشاعر يعني حتى الأشعار التي يعني أود أن أقدمها للمشاهد الكريم لا أتعمد قراءتها قبل أن، ليست قصائدي، حتى قصائد الآخرين لا أمر عليها في البدء. يعني لماذا؟ لأعيش لحظة القراءة والاندهاش وأنا يعني. إنما إذا قرأتها كما تقرأ الأخبار مثلا، الذين يقرؤون الأخبار يمثلون حقيقة، لا يتفاعلون مع الأخبار. تراه الواحد يقرأ خبر فيه دمار ويقرأه كما يقرأ افتتاح مصنع يعني. ولذلك أنا أقول نشرات الأخبار بما وضعها لنا أولئك الفرنجة وذو العيون الخضر، هذه أنا بشوفها يعني أبلت قراءة هي قراءة نشرات الأخبار، أبلت قراءة. وأنا لي زمن قرأت فيه الأخبار ولا أزال أقرأ الأخبار. أنت تقرأ كما تقرأ المكينة يعني. إنما في الشعر وفي الكلام، حتى في كلام النثر وما إلى ذلك، أنت تتمثل ما تقرأ، لا بد أن تتمثل ما تقرأ، تحس به وتشعر به. والشعر إن لم يهززك عند سماعه فليس قليقا أن يقال له شعر. معروف الرصافي دائما، أنا هذا البيت أكرره:
إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. ولذلك أنا في القصائد أنا لا أقرأها عشان أعيش لحظة الاندهاش والانبهار وأنا أقرأ تلك القصائد، ولا أقرأ القصائد كما أقرأ نشرات الأخبار. نشرة الأخبار لا بد أن تقرأها وتعمل ريهيرس والمراجعة، ثم تقرأها كما يقرأها الآلة ممكن، والبغبغاء يمكن أن يقرأها كما تقرأ. دعت الحكومة كده 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 وبتاع، انفجر كده كده، شوف أنا أنظر، افتتح الرئيس الفلاني كده مصنعا كده بتاع، تخبر فيه فرح، تقول انفجرت قنبلة ناسفة في منطقة ما فدمرت هكذا. أنا أسوأ يعني، مع أني أنا أستمتع بنشرات الأخبار، استمتع بها لأني برضو أتمثلها، ولكن يعني ما بشوف إنه هي أبلة قراءة، هي قراءة نشرات الأخبار يعني. شاعر آخر يقول: شع الهدى والبشر في بسماته. شع الهدى والبشر في بسماته، واليمن والإيمان في قسماته. وتفجرت فينا ينابيع الهدى، واستيقظ التاريخ من غفواته. اقرأ وربك في حراء تحررت، والدهر غاف في عميق سباته. جبريل حاملها وأحمد روحها، إن الحديث موثق برواته. مهج الملائكة بالتلاوة تنتشي، فتقبل الكلمات فوق شفاهه. صلى عليك الله يا من ذكره قربى، ونور الله من مشكاته. يا من كساه الله حلة سمته، وكساه بالقرآن حلة ذاته. يا من كساه الله حلة سمته، وكساه بالقرآن حلة ذاته. لما أضاء الله مهجة قلبه هانت عليه الروح في مرضاته. غسل الكرى عن أعين الدنيا، كما يجلي الدجى بالفجر في فلقاته. وأنار بالآيات كل بصيرة، فكأن نور الشمس من قسماته. واقتاد للجنات أسمى موكب، إياك نعبد تمتمات حداته. اقرأ معاني الوحي في كلماته، في نسكه وحياته ومماته. لو نظمت كل النجوم مدائحا، كانت قلائدهن بعض صفاته. يا من بنى للكون أكرم أمة، من علمه من حلمه وأناته. صاروا ملوكا للأنام بعيد أن كانوا رعاة الشاء في فلواته. فسل العدالة والفضيلة والندى، وسل المعنى عن ملم شتاته. صلى عليك الله يا علم الهدى. أيها المشاهدون الكرام، الآن ندخل إلى نخبة الشعراء حسب ما يسمح به الوقت. سأقرأ عليكم قصائد ذات معنى في هذا المعنى الذي نتحدث عنه، وهي هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي فتح الله بها للإسلام، وفتح الله بها للإنسانية عموما. فعلى الرغم مما يحيط بنا من ظلم وتقيحات وموت وهوان، نحن أمة الإسلام. يقول الشاعر حمدي الطحان، ومن كبار الشعراء: لا تبتئس يا أيها الإنسان، لا تبتئس يا أيها الإنسان، مهما طغت في قلبك الأحزان. هذا عام هجري برضو فيه بشريات يعني، فنبشر الناس بالخير. لا تبتئس يا أيها الإنسان، مهما طغت في قلبك الأحزان. مثلي ومثلك
في الوجود شجيرة قد ضمها خلف الذرى بستان. ماذا جنت تلك اليدان إذا رأت، ماذا جنت تلك اليدان إذا رأت في بعضها قد فاحت الأعطان، فتقدمت للداء كي تجتثه كي لا تموت جميعها الأغصان. انظر إلى هذه الزهور على الربا تدري بأن ربيعها خوان، وبأن ضوء الشمس قد يهوي بها نحو الزوال كأنه بركان، وبأن ذا الماء الذي تروى به يودي بها وكأنه الطوفان، وبأن طفلا عابثا يجتثها من جذرها وكأنه شيطان، لكنها ليست تظن بعطرها أو غاب عنا سحرها الفتان. ستموت حتما كي يحل محلها أخرى تتيه بحسنها الأفنان. في كل موت رحلة موصولة من ذي الحياة يشاؤها الرحمن. في كل موت حكمة علوية كم غيبت عن فهمها الأذهان. حمدي الطحال شاعر مجيد يعني. عزيزي المشاهد، أعتقد أحسب أن زمن البرنامج قد حان بالتوقف يعني وليس بالاستمرار في الحديث. كانت هذه جلسة احتفائية بالعام الهجري الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العام 1446 للهجرة النبوية الشريفة أن يكون هذا العام عام خير ورحمة وسؤدد وتقدم ووحدة وتعاضد بين أمة الإسلام، وأن يعيد المسلمون للإسلام هيبته ومكانته، ويعيدون لنفسهم ولمستقبلهم ذلك العز الذي سطره أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. سلمونا يعني قيادة الرسن وأن نقود الشعوب وقدناها ردحا من الزمن، ولكن تراجعنا لأننا بعدنا عن كتاب الله وعن تعاليم ديننا الحنيف. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أدعو بهذه المناسبة لقراءة، بما أننا نحتفي بالعام الهجري هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أقرأ سورة محمد بتدبر وتمعن، ففيها الكثير من الذي يمكن أن يعيد توازن أمورنا في الحياة عموما، السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والحضارية بشكل عام. حتى ألتقيكم مشاهدي الكرام في حلقة قادمة بحوله تعالى من هذا البرنامج مع اللغة العربية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بالخير والحسنى إن شاء الله. وأختم كما نبدأ به الحديث دوما، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه لكم محدثكم أحمد شريف، ويأتيكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. شكرا لكم وشكرا للزملاء الفنيين والإداريين والمشرفين الذين يخرجون لكم هذه الحلقة وكلها بالثوب الذي ترونه أمامكم، وأنا راض عنهم. اللهم أرضى عنهم وأرضى كذلك يعني متعنا برضا المشاهدين وهم يشاهدون هذه الحلقة وغيرها من حلقات هذه القناة المباركة في برنامج اللغة العربية وفي غيرها من البرامج، عربية كانت أو عجمة يعني. لكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.